طلاب الغاليين واخواتي الحلوين، طلاب ثالثه ثانوي وثانيه ثانوي واولى ثانوي 2026. النهارده عندنا امتحان للمتفوقين. المتفوقين دول ممكن يبقوا في اولى، في ثانيه، في ثالثه، لان انت هتاخد افكار دلوقتي بتحدي انك اول مره تسمع معظمها. في حاجات هتكون سمعتها جايز، بس في حاجات انا متاكد انك اول مره تسمع عنها. وانتظر الامتحان اللي بعده واللي بعده واللي بعده. امتحانات المستويات العليا دي بجيب لك فيها ادق افكار جوه الانجليش، وعلى فكره في منها فكره او اتنين ممكن تلاقيهم في امتحان اخر السنه يا طالب ثالثه ثانوي. يعني حاجه فيها فكره صعبه او تركايه عاليه بس تيجي في امتحان قليل منها يجي، يعني ساعتها يقولوا الامتحان ده صعب جدا. فخلي بالك من الافكار التوب اللي هتشوفها دي، لان اعتقد معظمها اول مره يعدي عليك. فتعالوا مع بعض يا شباب نبدا بحل الامتحان المستويات العليا رقم 1 اللي عملناه في السناتر، واعتقد نزلناه برضو على الابليكيشن. هنحله بقى مع بعض عشان تعرف ايه غلطاتك، بس وعد كده اوعدني دلوقتي انك تسجل كل فكره، لان افكار عاليه عاليه. فالشرح كل فكره هشرح لك بالتفصيل، واتعب وسجل معايا. عايزك تركز قوي في الفكره، ما تاخدش كده الاجابه وتجري، اعرف الباقي غلط ليه، مش بس دي صح ليه. افكار هتظبط دماغك. تعال نشوف مع بعض رقم 1، علشان اعلى حد اللي هو التوب قوي في الانجليزي جاب 37 من 50، فده معناها ان الافكار عاليه جدا. فتعالى نعرف اول فكره مع بعض. يلا اول فكره يا باشا، الفكره نمبر 1 بيقول لك wood floats if نقط in water. طبيعي ان الطالب الغلبان البسيط هيقول ايه؟ هيقول دي حقيقه علميه، وهيقعد يغني الاغاني اللي انا محفظها له بقى. اف الصفريه حقيقه علميه، في الصفريه نتيجه طبيعيه، وده كلام جميل. ولكن في تركايه هنا خطيره انت مش واخد بالك منها. ايه التركايه الجامده اللي هنا بقى؟ ان بعد اف يا حبيب قلبي لا في فاعل ولا في مفعول يا صاحبي، لا في فاعل ولا مفعول. حلو قوي. فكنا دايما بنقول لزمايلك ايه بقى؟ طالما لا في فاعل ولا مفعول، اعرف كده ان حضرتك هتجيب يا معلوم يا مجهول. بس ازاي بقى؟ تعال نشوف. لو قلت بوت، فين الفاعل اللي هياخد بوت؟ طيب هنشوف بوت دي ممكن تنفع ايه يا حبيب قلبي؟ تنفع بوت وبوت وبوت. ايه ده؟ هي التصريف ثالث. طب از بوت، ناس كتير هتختار دي، هيقول لك الخشب بيطفو لو بيوضع في الميه. دي جميله، بس المصيبه بتاعت دي بقى ايه؟ ان عايزه قبلها فاعل، لازم اقول هنا ات عشان تقول ات از بوت، كده بقت مبنيه للمجهول اللي هو اذا وضع في الميه، عشان كده غلط. طب ايه بوتس دي هتاخدها تبع مين؟ اولا حتى لو موجوده ات، حتى بوتس غلط. هتبقى لو الخشب بيضع في الميه، لا ده مجهول كمان. جميل، يبقى دي غلط. طب ويل عايزه قبلها الفاعل او المفعول، هتبقى سوف يوضع في الميه. غلط، عايزه بعدها فاعل او مفعول. ده غير كده انه فعل ناقص ما يجيش بعد اف، بيجي بعيد عن اف اصلا ده لو جه. لكن عموما الاجابه بقى ايه؟ لاختصار المجهول تصريف ثالث على طول. اسمع بقى الاغاني اللي بنتعلمها مع بعض في السنتر وعلى الابلكيشن. اذا الاجابه الصح if put in water، لو وضع في الميه. دي اختصار المجهول. كويس كويس. دي جمله الاولى. تعالى الفكره الثانيه. الفكرة رقم 2، The old house needn't انت عارف المفروض انك مذاكر وعارف ان needn't ليس لها حرف جر، بيجي بعديها مصدر مباشرة، ملاش حرف جر. اذا تو بره وتو بره يبقى تو نوك. The old house needn't نقط داون، محتاج ان يهد ولا يهد. المنزل القديم محتاج ان يهد. كويس، عشان كده هتبقى the old house needn't، انا عايز مصدر وكمان مبني المجهول يبقى بي نوكد، لكن دي معناها محتاج ان هو اللي يهد البيت يهد، لا بي نوكد. ادي كده انت جبت مصدر وكمان تصريف ثالث. needn't بعدها المصدر، لازم تبقى عارف. هو بيسالك تقريبا في 3 افكار في جمله واحده، هي دي الفكره او هي دي المشكله بتاعت الجمله. الجمله نمبر 3 تحفه يا جماعه، فيها شويه تفاصيل هكتبهم وتكتب ورايا. يلا. الطالب الطبيعي هيحلها غلط، هيقول ايه؟ اتس امبورتنت، ياخد از ويقول لي يبقى انا في المضارع واليو بتاخد ار، اخد ار. يا حبيب قلبي اهدى شويه، انت في ثانوي دلوقتي، يعني في افكار في الجمل. انت لازم تبقى عارف ان كل الاكسبريشنز اللي معناها انه من المهم، زي اتس امبورتنت انه من المهم، زي it was important كان من المهم، زي it
is necessary it's necessary. إنه من الضروري it was necessary وهكذا. كله بقى it's crucial يعني من الضروري و it was crucial وهكذا. it's essential it was essential زي ما انت عايز. كل اللي معناه من الضروري زائد ايه بقى؟ زائد كلمة ask فعل ask وزائد insist معناها يصر وزائد recommend يوصي وكمان suggest. مالهم بقى دول؟ اول ما التعبيرات انه من الضروري او الكلمات دي تيجي لازم بعديها الفاعل ثم المصدر. الفاعل should والمصدر. يلا غني كده باللحن عشان ما تنساش. ومد في الكلمة ومط فيها عادي، احنا منيوية عادي بنمد في الكلام مفيش مشكلة احيانا. الفاعل ثم المصدر. الفاعل should والمصدر. جميل. عشان كده اي فاعل حتى لو هي يا جماعة حتى لو شيء غصب عنك يا مصدر يا should والمصدر اجباري. حلو قوي. طالما عايز يا مصدر يا should والمصدر هنا not to be اذا فيها to مش هتنفع. طب not be تنفع لانه المصدر ونفاه. من المهم ان انت ما تاخرش. don't غلط. don't عايزه جمله عاديه. انا عايز يا مصدر يا should والمصدر. المصدر اللي هو بي على طول. طب ونفيه مش بدونت بقى. don't دي تنفي جمله عاديه ما فيهاش الاكسبريشن ده. اقول they don't we don't وهكذا. اذا اللعبه في الاكسبريشن على بعضه فدول مهمين قوي. ار غلط يبقى not be. بي هي المصدر ولما تيجي تنفي المصدر not والمصدر not be. دي نمبر 3. جمله نمبر 4. نمبر 4 what's the most. what's the most ادي ده تفضيل يا حبيب قلبي. what's the most نقط way ده نون. طريقه حل الكلمات اللي علمتها لك. الاسم ليه شروط والفعل الصفه الحال. مديك طريقه تحفه لحل الكلمات. way ده اسم of heating this building. بيقول what's the most نقط way ما هي افضل طريقه نقط لتدفئه هذا البيت في الشتاء طبعا. ايه هي الطريقه النقط لتدفئه هذا البيت؟ تعال نشوف بقى. حاجه جميله جدا. يبقى حضرتك عايز صفه وطالما عايز صفه هتستبعد economics وايكونومي. ليه؟ لان دول نون. economy الاقتصاد. economics علم الاقتصاد وعلى فكره يعمل معامله المفرد. حلو. يا economic يا economical. economic يعني خاص بعلم الاقتصاد. اي حاجه هوصفها خاصه بعلم الاقتصاد زي ازمه اقتصاديه تبقى economic crisis. اي حاجه زي بقى السجلات اقتصاديه ليها علاقه بعلم الاقتصاد يبقى economic records وهكذا. اما economical هي الصح معناها اقتصادي. يعني ايه اقتصادي يا مستر؟ يعني موفر من الاخر بقى. انا بصراحه ما بحبش اقول عليها اقتصادي. ليه؟ لان economic هتطلع اقتصادي وايكونوميكال اقتصادي بس اللغه العربيه فيها توريه فيها كذا معنى للكلمه. عشان كده ايكونوميك تقولها لاي حاجه ليها علاقه بعلم الاقتصاد لكن ايكونوميكال تقولها موفر. حد موفر حتى لو اتجوز واحده حكيمه مش بخيله حكيمه في المصاريف تقول عليها ايكونوميكال وايف. زوجه اقتصاديه او حكيمه يعني. اوكي. اللي هي بقى موفره فهي ايه هي الطريقه الموفره لتدفئه هذا المبنى. دي الجمله نمبر 4. نمبر 5 هي از نوت ذان. جمله تحفه. كل الطلبه الغلابه يا عيني اول ما بيشوفوا ذان يروح يقول لك ليزير ذان. ما حصلش لان دي مش مقارنه اصلا. ازاي يا استاذ مش مقارنه؟ ايوه حبيب قلبي مش مقارنه. مفيش طرفين. انا ما بقولش هو يكون اكثر غباء من فلان. ما عملتش طرفين. طب هو اكثر ذكاء من فلان. ما عملتش. امال ليه دي بقى؟ دي عباره عن واحد ليه صفتين هو نفس الشخص وفي صفه اعلى من الثانيه لكن ما قارنتش بينه وبين حد. عشان كده دي مش مقارنه. مفيش طرف تاني هنا يا جماعه. مفيش. يبقى ليزي زان. طبعا الليزي زان غلط. هي از ليزي لان دي صفه نقيه لكن هنقول مور ليزي زان يعني اكثر كسلا عن الغباء. اسمها كده عنه انه غبي يعني. يبقى عنده صفتين كسلان وغبي بس عنده الكسل اكثر من الغباء اللي عنده. اما ذا ليزيست ده تفضيل بين واحد ومجموعه لكن دي ليست مقارنه. ليه؟ لان مفيش طرفين. مفيش هو اذكى من فلان لازم يكون في فلان تاني. دي مش مقارنه. يبقى more lazy than stupid هو اكثر كسلا عن انه غبي. فخلي بالك لان مفيش طرف تاني اذا دي مش مقارنه. لا مقارنه بين طرفين ولا تفضيل كمان. حلو. ودي صفه نقيه مش هتنفع لان انا بفضل صفتين على بعض بس لنفس الشخص. بفضل اقصد صفه على الثانيه لنفس الايه؟ لنفس الشخص. جمله رقم 6 my brother نقط تنس 14 years. جمله حلوه. كل الناس هتبص على 14 years مده وده امر طبيعي. نقطه بقى he doesn't play anymore هو مش بيلعب تاني. حلو.
طالما مش بيلعب تاني يا جدعان يعني عادة كانت عنده زمان. لو فاكر بقى اني مور واني لونجر ونو لونجر بيساوي يوزد تو، بيحكوا عن عادة كانت بتحصل زمان ودلوقتي مش موجودة. طب ما هي في مدة، ما احنا قلنا قبل كده إذا انتهى الحدث بالكامل يأخذ ماضي بسيط. لو هتكمل انت بقى، انت عارف الكمالة فأنا مش هقولها. مبدئيا إذا اللعب التنس خلص كله، خلص كله بالعشر سنين خلص، يبقى ده مش مضارع تام ولا مضارع بسيط، ده بلايد عادي جدا، لعب تنس 10 سنين. دي انت اكيد عارفها. لكن اي ان جي من غير سبب قله ادب، لازم احذف الفاعل، يا اما يكون في ام واز وار وهكذا. فدي جمله او فكره عادي قديمه انا معودك عليها قوي يعني. برضو رقم 7 حلوه. could you please، ممكن من فضلك wait until او till اللي يعجبك. هي نقط قال له يس شور. واحده واحده. الناس اللي فاكره ان كود ماضي هزعل منهم جدا يا حبايبي. كود ما تجيش ماضي الا في حاله واحده، لو جايه بمعنى استطاع، تساوي was able to were able to was capable of were capable of وهكذا. succeeded in managed to، سجل ورا الكل اللي بقوله ده كله بيساوي استطاع. كود لو مش جايه بمعنى استطاع ما تعرفش الماضي بقى. لو مش جايه بمعنى استطاع ما تعرفش الماضي. امال هي ايه بقى؟ طلب بأدب في المضارع والمستقبل. هي طلب بأدب في المضارع وايه؟ والمستقبل. اذا دي دلوقتي يا اما مضارع يا اما مستقبل. طبعا ممكن من فضلك تنتظر حتى انا اتي او حتى هو يصل. طبعا هاد ما تنفعش لان دي ما طلعتش ماضي اصلا. هي مفرد بتحب الاس طبعا، يبقى الرايفز. عشان اي رابط في الانجليزي اكتب معايا يا حبيب قلبي، اكتب اي رابط في الانجليزي ياتي بعده اي مضارع الطرف الاخر مستقبل او اسلوب امر. لو ما فيش جمله كامله تبقى اسلوب امر. اكتبها عندك جدع. تقول لي افتر، تقول لي انتل، تقول لي بيفور، عشان الناس اللي حافظه بعد ما بفطر ببقى تمام، بعد افطر ماضي تام. ده لما يبقى كله ماضي، ده لو كله ماضي. لكن هنا لا، مش هتلاقي ماضي اصلا موجود. كويس. هنا وود ما ينفعش، اتفقنا ان وود دي عايزه، ده هنا ماضي بسيط ودي مش ماضي زي ما قلت لك، ده اسمه طلب بادب في مضارع ومستقبل. والارايف غلط لان بعد انتل ما ينفعش تيجي افعال ناقصه، لا هي ولا اف. ما ينفعش اجيب افعال ناقصه، الفعل الناقص جه هنا خلاص اهو اللي هو كود طلب بادب. ما ينفعش فعل ناقص هنا، وادي الفعل الناقص هنا، ده اسمه طلب بادب. جمله رقم 8. هدى نقط عمر why she usually came، ليه هي عادة كيم ليت، كانت بتيجي متأخر النادي. ادي الهدى دي انا دربتك عليها بصراحة في الوحدة الثانية كتير يا ثالثة ثانوي، بتاعة الريبورتد سبيتش، الكلام المبلغ او المباشر والغير مباشر. قلنا هدى نقط عمر واي شي، ليه هي اهو. اكتب عندك يا حبيب قلبي، اكتب عندك. إذا كان نفس الفاعل بعد كلمة الاستفهام هو أول الجملة لا يمكن أن يكون سؤال. إنها جملة عادية، بيكون رابط عادي وجملة عادية. ده مش سؤال، رابط عادي وجملة عادية. ليه مش سؤال؟ لو قلت هدى سألت عمر ليه هي عادة كانت بتيجي متأخر، إزاي هدى تروح لعمر تقول له هو أنا ليه باجي متأخر؟ هيقول لها روح اكشفي، أنت مجنونة. طبعا ما ينفعش اروح لواحد اقول له هو انا كنت فين امبارح، ما ينفعش. اكتب عندك كلمة الاستفهام. إذا جاءت كلمة الاستفهام بين جملتين تكون رابط عادي وبعدها جملة عادية. تكون رابط عادي وبعدها جملة عادية. يعني ايه جملة عادية يا حبيب قلبي؟ فاعل فعل مفعول، دي معنى كلمة جملة عادية. اوكي، يبقى ما ينفعش اقول اسكت ولا وندرد تساءل، واتدربنا عليها كتير. سيد وتولد هما الاثنين صح، ولكن طالما في مفعول يبقى لازم تاخد تولد لازم وراها مفعول، لكن سيد لا يمكن يجي بعدها مفعول. واحنا الكلام ده زهقنا من الافكار دي والحل عليها يعني. الجملة رقم 9. Have you ever tried، هل حاولت مرة انك نقط يا اما quite quit quit. Have you ever tried to نقط smoking؟ هل حاولت مرة تترك التدخين؟ فكرت يا أخي مرة تسيب التدخين؟ طبعا كويت دي يعني إلى حد ما، ودي حال على فكرة بيجي قبل الصفة درجة من درجات الصفة. دي معناها هادي ودي صفة، يبقى اللي فوق حال ودي صفة. أما كلمة كيوت اللي هو يقتبس كيوت ده فعل. كويت معناها يغادر أو يترك، هي دي الصح، لازم تحفظهم، يغادر أو يترك، ودي الصح. الجملة رقم 10. I can't help ده تعبير مهم جدا.
لا استطيع التوقف عن، تعبير مهم جدا بيجي بعديه فعل اخره اي ان جي. لكن هيلب بس اكتب هيلب بس يجي بعديها مصدر، يا تو المصدر يا ان واي ان جي يا وذ مع اسم شيء. كانت هيلب لا يستطيع التوقف عن نقط. every time I see her، كل مرة بشوفها مش بقدر ابطل ابتسامات. بيبتسم لها، ده مجنون. اسمع بقى. I can't help smiling every time I see her. صح. smile ده فعل في المصدر. to smile غلط، ما بتاخدش to. help بس تاخد to المصدر وتاخد مصدر بس. صح الاثنين. وان وان جي وهكذا. يبقى الإجابة smiling. can't help مهمة جدا، لا يستطيع التوقف عن، اسمها can't help. دي الجملة رقم 10. الجملة رقم 11 يا حبايب قلبي فكرتها الجميلة. I wish I had got up early. I wish دي من التعبيرات اللي قلنا عليها من زمان تعبيرات رقبتها عوجة، تعبيرات مش عاجبها العجب. كل ما تجيب لها زمن تبص عليه وتقول يا ارجع لورا، روح رجعه. قلت لك زي ما تخطب واحدة رقبتها عوجة، دي بالبلدي بتاعتنا، لكن ممكن نقول عنادية. كل ما تجيب لها هدية وهي عنادية تقول لك لا رجعها، وهكذا. I wish I had got، اهو ده ماضي تام. انت عارف الماضي التام، انا اتمنى I had got up early ان كنت صحيت، عشان ده ماضي تام. اتمنى كنت صحيت بدري، ده معناها ان هي صحيت متاخر، صح، يا اما ما صحيتش بدري. بس عشان طالما بعديها ماضي تام ده اسمه لوم وندم. اسمه لوم وايه؟ وندم. بتلوم نفسها دلوقتي. انا اتمنى كنت صحيت بدري، ده معناها انها صحيت بس صحيت متاخر. يبقى السبيكر نقط اب ايرلي. كده المتحدث نقط بدري بقى. هي لما تقول انا اتمنى انا كنت صحيت بدري، يبقى هي ما صحيتش بدري، يبقى دي didn't get، لم تستيقظ مبكرا. طب ولو بدل ايرلي كتبها ليت، هقول شي جات ليت، كنت خدت الاولى. جات دي يعني صحيت. لو دي ليت كنت خدت الاولى، لكن دي ايرلي. نيفر جيتس دي معناها مش بتصحى خالص. ليه يا عم؟ ميته. وطبعا سبيكر مفرد كده كده ما ياخدش جيت اصلا، وسواء جيت او جت غلط لان دي ايرلي. بالعربي كده اتمنى كنت صحيت بدري، ده لوم وندم. ده معناه ان هي صحيت متاخر او هي ما صحيتش بدري، فبتلوم نفسها انها ما صحيتش بدري. جمله سهل ممتنع بسيط، عايزه فهم بس. he is not friend of mine. تحفه تحفه. يلا جاوب كده وقول لي. عايز اشوف اجاباتك كده يا برنس. لو انت جدع وقف الفيديو وجاوب. جاوب حتى في الكومنتات او جاوب بينك وبين نفسك، مش مشكله. وشوف نفسك هتقول ايه. كل الناس طبعا هتقول هي ازنت فريند، هتقول نوت. يا حبيب قلبي لا. ليه نوت؟ نوت لازم يجي بعديها بقى الفعل، عايز تنفي فعل. لكن هي از نو فريند، كلمه نو فريند يعني ليس صديقا. النو دي محطوطه مكان ا فريند. هي از ا فريند، هو صديق. هي از نو فريند، هو مش صديق ليا. اوف ماين. عشان كده يعني المشكله فيها كل الناس هتقول نوت. انا قلت لك من شويه ان نوت بي. لو تفتكر نوت لما كانت بتنفي الفعل بتاع الفاعل ثم المصدر، الفاعل شذو المصدر، كنا بننفيها بايه؟ كنا بننفيها بنوت. نوت بلاي، نوت جو، الحاجات اللي بيجي بعديها مصدر بتتنفي بنوت والمصدر. حلو. لكن هنا انا ما عنديش فعل اصلا، ده فريند، فتاخد نو فريند، هو ليس صديقا. اما نيفر غلط برضو، تنفي فعل يا جدعان، لكن انت يعتبر بتنفي اسم. ركز في اللي بقوله، انت بتنفي ناون دلوقتي. وايفر غلط معناها من قبل، بره الموضوع خالص. جمله 13 she went. جمله 13 يا حبيب قلبي ركز واكتب الملاحظات. she went to the graveyard، هي ذهبت الى الجريفيارد so as to لكي visit تزور. طبعا جريفيارد اللي هي بعد عنك المدافن. لكي تزور هير نقط husband. جمله جميله. زوجها النقط ده ناون يا حبيب قلبي، يبقى انت عايز صفه. at 6 am، راحت الساعة 6 الصبح تزور زوجها. شوف الحب يا ولا، تزور زوجها اللي في المقابر. حلو، حلو قوي. يا ترى زوجها المبكر؟ لا. ليت هنا دي حفظ، معناها الراحل. انت اول مرة اكيد تشوف ليت بمعنى الراحل. انت فاكر ان ليت يعني متأخر على طول؟ لا. لما اقول ليت بريزيدنت، الرئيس الراحل انور السادات مثلا، وهكذا. فكلمة ليت بريزيدنت الرئيس الراحل. ماي ليت انكل عمي الراحل، وهكذا. فكلمة ليت بمعنى الراحل. اما تريدي ملهاش علاقة بالموضوع، تريدي تجاري. وبي ليت يكون متأخر. لا انا عايز صفة، لكن بي دي فعل. دي فعل، انا عايز صفة قبل الاسم اللي هو هازبند، فاكتب عندك معناها الجديد. جملة 14 يا وحش. ماذا النقط if he went to Cairo.
he would visit جملة جميلة برضو. اكتب عندك ادي اف اهي رابط، جه بعديها جملة وادي فاصلة وجملة تانية. اكتب اف لو بعديها جملتين يا حبيب قلبي تبقى خبرية، وطالما خبرية تستخدم يا اما said يا اما told، ولو told لازم يجي وراها مفعول، لكن said مستحيل يجي وراها مفعول. اكتب عندك عشان دي مهمة، فكرة مهمة. لو بعدها جملتين، طب ولو اف بعدها جملة واحدة تبقى جملة واحدة، يبقى دي كانت سؤال. طالما جملة واحدة يبقى دي كانت سؤال، فتقول asked وينفع يجي وراها مفعول، يا إما تقول wondered تساءل وما يجيش وراها مفعول، يا إما تقول كمان wanted to know أراد أن يعرف، wanted to know أراد أن يعرف وما يجيش وراها مفعول، وهكذا. يبقى دي جملة واحدة. لو جملة واحدة يبقى كان سؤال وايه اللي حصل، واف جت معناها إذا أو لو، جاية مكان دو وداز وديد ووز وير، اللي هو السؤال أبو هل بتاع المباشر والغير مباشر. طيب ماذا النقط لو هو راح القاهرة كان هيزورني، يبقى قال لو هو راح كان هيزورني. لكن طولد عايزة وراها مفعول، هنا قبل اف يكون في مفعول مفيش، لكن سيد لا يمكن يجي بعدها مفعول في أي حاجة. اسكت طبعا دي اسكت دي مكتوبة معلش اهي، اسكت اللي كتب بس معلش غلط فيها. وندرد يعني تساءل، كده كده أي كلمة معناها سأل أو تساءل تبقى غلط. جملة 15 The writer الكاتب نقط works have affected me the most is العقاد. العقاد اللي هو العقاد، يعني كاتب عظيم العقاد. الكاتب اللي أعماله نقط have، شايف كله ده have affected me ده فعل يا جدعان، اكتب فعل. كل اللي قبليه ده بنسميه فاعل، سواء بقى عاقل أو غير عاقل أو فاعل بنقعد نوصفه شوية. جملة جميلة. works هنا مش فعل، عرفت منين؟ لأن بعديها في فعل تاني اسمه have affected يعني أثر على. اوعى يكون في فعلين ورا بعض، مفيش حاجة اسمها فعلين ورا بعض يا حبيب قلب، ركز. عشان كده تعرف منين؟ أول ما يكون ده فعل كل اللي قبليه ده لازم يكون ناون، لازم. وكلمة works دي الأعمال، دي ناون. طالما دي ناون يا حبيب قلبي يبقى حضرتك عايز صفة. يبقى الكاتب اللي أعماله أثرت عليا، ماله بقى اللي أعماله أثرت عليا ده؟ the most is العقاد، اللي أكتر أعمال أثرت عليا بتاعته هو العقاد. حلو. يا ترى يبقى the writer which works التي أعماله، ولا of which works طبعا غلط، ولا whom works الذي أعماله لو ترجمتها كده، بس أنا عايز ملكية. طالما بعديها noun وقبلها noun يبقى whose works الذي أعماله. whose اللي بتدي الملكية، whose بتدي الملكية عشان دايما اسم بعديها واسم قبليها. يبقى اللي تدي الملكية هي whose، بتتحط مكان صفات الملكية، مكان his ملك وهير ملكها وأور ملكنا وذير ملكهم، يور ملكك أو ملككم وهكذا. فخلي بالك ان دي ناون، عرفت منين؟ علشان بعديها فعل، لا فما فيش فعل وفعل ورا بعض، لا يمكن وركس تبقى فعل. اكتب عندك 16 I found the book انا لقيت الكتاب really نقط. حلو حلو. انا اكتشفت هنا ان الكتاب نقط جدا، really معناها جدا نقطة. I kept forgetting who the characters were انا نسيت، I kept forgetting انا قاعد انسى who the characters were مين الشخصيات اللي فيه، من كتر ما الكتاب يلخبط زي القصة بتاعتكم كده شخصياتها كتير يا تالتة ثانوي مثلا، تتلخبط في الشخصيات. هي دي واحدة واحدة. أنا وجدت الكتاب نقط، جملة خطيرة ومهمة. أصل فايند دي يا حبيب قلبي مهمة جدا، ليها قاعدة مخفية كده الناس مش عارفاها أو ناسينها، بتطلع من دروس القراءة. فايند مفعول دايما كده، ثم فايند فايند ات ثم الصفة، ولو عايز يكمل تاخد تو المصدر. دايما اقول للطلبه كده فايند ات والصفه تو ثم المصدر، فايند ات والصفه تو ثم المصدر، وحط مكان ات يا حبيب قلبي اللي انت عايزه. عايز تحط مكان ات ايه؟ اهو الكتاب مكان ات، هي فدي مهمه قوي. يبقى حضرتك هنا عايز ايه؟ عايز صفه. ولو حب يكمل الجمله تاخد تو المصدر، دخل على جمله جديده وهو حر خلاص. طالما عايز جمله جديده براحته، ربط بذات او يبدا يحط نقطه ويكمل هو حر. يبقى انا اكتشفت ان الكتاب نقط جدا. وعلى فكره ريلي دي اللي هي درجه من درجات الصفه اللي معلمها لك في طريقه حل الكلمات، مدي لك طريقه مهمه قوي لحل الكلمات. حلو. يبقى وجدت ان الكتاب نقط جدا، انا مش عارف الشخصيات او انا بنسى الشخصيات على طول. يا ترى الكتاب ده ايه بقى؟ كونفيوز يحير، يحير دي فعل يا حبيب قلبي. confused معناها محتار او متلخبط او مرتبك، ودي طبعا مرتبك
وما تنساش ان دي للشعور الداخلي. confusing معناها محير، دي الحاجات الخارجيه. confusion الحيره. طالما انت عارف ان find بعدها مفعول لازم صفه غصب عنك، ودي درجات صفه بتيجي قبليها، اللي هو الكتب بتسميه حال، انا بحب اسميه درجه من درجات الصفه. طالما حضرتك ده حال عمرك ما هتاخد معاه اسم، لان قايل لك في طريقه حل الكلمات لا توجد علاقه في الانجليزي كله بين الاسم والحال ولا بين الصفه والفعل الاساسي. المعلومه دي مهمه جدا من وسط طريقه حل الكلمات. ولا ينفع عود فعل اساسي. ليه؟ دي معناها يحير، عشان find it والصفه عايزه صفه. عندي صفتين دلوقتي، يا confused يا confusing. هو الكتاب محتار ملوش مشاعر، اكتب معظم الصفات اللي اخرها اي دي تصف الشعور الداخلي للانسان او حتى لو حيوان. اما معظم الصفات اللي اخرها اي ان جي بتوصف الخارج، الحاجه الخارجيه، حتى لو انسان. لو انسان بوصفه من بره اقول عليه مرعب يبقى فرايتنينج بالاي ان جي، لكن فرايتند يعني خايف. فحتى وانت بتوصف شكل للانسان برضه بالاي ان جي. طب ما بالنسبه للكتاب، هل الكتاب ليه مشاعر؟ لا، يبقى confusing، مش بوصف مشاعره. confusing معناها محير او مربك. الجمله رقم 17 يا حباب قلبي وفكرتها الجميله، واكتب وراي. كلمه ذا نمبر بتعامل معامله المفرد، هي الفاعل بتاع الجمله، تعامل معامله المفرد. لكن كلمه a number تعامل معامله الجمع، بتبقى عايزه فعل جمع. a number عايزه فعل جمع، لكن the number عايزه فعل مفرد. لازم تحفظها ملهاش حل. اوكي. the number of accidents يعني مش ده الفاعل، لا مش ده الفاعل، الفاعل هو اول كلمه في الجمله. عدد الحوادث نقط recently بيزداد مؤخرا في الفتره الاخيره. فعلا الحوادث كترت بسبب التركيز بالسوشيال ميديا، خلى الناس كلها تايهه. عموما the number مفرد، معنى كده ان هاف بره. جميل. عندك يا هاز يا هاز، وهاف بره. حلو. طب هاز رايزن ولا هاز بين رايزن؟ واحده واحده. لو انت قلت عدد الحوادث بيزداد مش يزود. يزود دي معناها الانسان بيمد ايده ويشتغل في الحاجه. الافعال التي تحدث من نفسها بدون تدخل الانسان فيها بايده ما تجيش مجهول، تحصل من نفسها. عشان كده العدد هو اللي بيزيد. مفيش انسان ماسكهم قاعد يخبط موتوسيكل في بعض، عربيه في موتوسيكل، محدش. هاز رايزن. دي الجمله رقم 17. الجمله رقم 18 يا شباب. شيرين saves little money. اللعبه هنا every month، كل شهر بتحوش فلوس قليله، اليس كذلك؟ ده اسمه سؤال مزيل. جميل. من ضمن الافكار الحلوه في السؤال المزيل خطيره، اي كلمه تعطي نفي زي never وزي not only وزي طبعا neither او neither، تتنطق الاثنين على فكره. او اي كلمه تعطي الندره، دي النفي. الندره بقى ايه الندره؟ زي rarely بتدي معنى نفي، barely بتدي معنى نفي، scarcely نادرا معنى نفي، hardly واوعى تفكرها hard للحال بتاع hard تبقى ملايس، اوعى. hard هي صفه وهي حال، اوعى تقول لي hard لحال بتاع hard، اوعى. hardly يعني نادرا. وزود عليهم بقى little من غير الاي وفيو من غير الاي، لكن لما تحط لهم ايه تبقى a little يعني قليل يكفي، وa few قليل يكفي. لكن little وفيو من غير الاي قليل لا يكفي، قليل لدرجه مش مكفي، كانه مش موجود. عشان كده بنقول بيدي معنى النفي. بيدي معنى ايه؟ النفي. يعني لما تشوف دي كده كانك شايف نوت. هي دي كانت التركه اللي في الجمله. والسؤال المزايل معروف ان لما يبقى الاول مثبت يبقى الثاني منفي، ولو الاول منفي يبقى الثاني ايه؟ مثبت. طالما ده منفي يبقى انا عايز هنا مثبت. طالما عايز مثبت يبقى نط بره وهازنت بره ودازنت بره، مفيش نفي. يبقى انا عايز هناك مثبت. يبقى داز شي طلعنا من سيفز، طلعنا المحامي من الثلاث محامين اللي احنا بنقول عليهم من زمان في الانجليزي، دو داز وديد. بما ان سيفز مضارع واخرها اس تاخدوا المحامي اللي شبهها اللي هو اخره اس. جمله تحفه. الجمله رقم 19 وجمالها. شيرين had few moments on her own. لديها لحظات قليله جدا لنفسها. يعني تقعد بقى تفضي دماغها من الشغل اللي الواحد نفسه يعمل كده مش عارف. برضه فيو بتدي معنى النفي، اهي منفيه بتدي معنى النفي كانها نوت. اكتب عندك ليتل وفيو طالما ما فيهمش الاب بتاعتهم بيدوا معنى سلبي، معنى النفي. حلو قوي. طالما ده نفي يبقى ده لازم يبقى مثبت، وبالتالي دي انت مش هتنفع، ولا دي هتنفع ولا دي هتنفع. يبقى ديتشي هي الصح، بس طبعا تتكتب اسمه العادي ديتشي. عشان هاد لوحديها، هاد هاز او هاف وحديها ما ينفعش نسال بيها
ولا ننفي بيها، نجري على محاميها. ايه الكلام ده؟ كلام عايز شرح بقى، موجود في كورس التأسيسي على الابليكيشن، لو عايز ترجع له ارجع له. ان هاز او هاف او هاد لوحديها، يعني ما جاش بعديها فعل في التصريف الثالث، بنغني الاغنيه دي ونقول هاز او هاف وحديها ما ينفعش نسأل بيها ولا ننفي بيها، نجري على محاميها. احفظها كده. اوكي. الجمله اللي بعديها، يبقى دول بيدوا معنى نفي طبعا. سجل يا باشا. 20 نقط to the party he was very delighted. جميلة. نقط إلى الحفلة he was very delighted، هو كان مسرور. بص، طالما عايز يختصر الجملة تمسك الفعل أو المفعول الأول وترجع بيه هنا. نقط إلى الحفلة هو كان مسرور. يا ترى بعد ما دعا للحفلة ولا بعد ما دعي؟ اللي بيبقى مسرور هو الذي يدعى. أما دي inviting دي لاختصار المعلوم ing على طول. دي اختصار المعلوم ing على طول اهي. ما ينفعش اختصر ing على طول. حلو. ليه؟ لانه عايزه جمله معلوم، معناها هو اللي كان سعيد وهو اللي دعا. طب لو انت قلت انفايت دعا ببساطه كده، هو دعا مين؟ ها، فين الشخص اللي هو دعاه؟ لا يوجد مفعول، اذا الجمله مجهول. اكتب عندك لا يوجد مفعول، اذا الجمله مجهول. طالما مفيش مفعول بعد النقط تبقى مجهول. اما ده اختصار المعلوم ing على طول. having invited ده مكان الواد شوبير، قاعده شوبير والشناوي افتكر. having invited ده معلوم. حلو. to invite ان يدعي برضه غلط، ان يدعي غلط. امال ايه؟ لاختصار المجهول تصريف ثالث على طول. احفظها كده. لاختصار المجهول تصريف ثالث على طول. لازم الحفظ تعمل له كده عشان يثبت في مخك. مش هتفتكر بعد شهور الا النغمه دي، لكن الكتب مش هتفتكر منها ابدا بصيغه الكتب دي. معناها بعد ما دعي invited to the party، بعد ما دعي للحفله. هو اللي هو دعي هنا كان مبسوط بعد ما ادعى للحفله، لكن ما ينفعش دعا لان ما فيش حد موجود بعد النقط دعاه، عشان كده ما فيش مفعول، تبقى الجمله مجهول. وده اخر اختصار للمجهول بتصريف ثالث على طول. الجمله 21 does Jimmy take after his father؟ تعبير مهم قوي. هل جيمي take after his father؟ لازم تبقى حافظ ان take after معناها يشبه، يشبه باباه. بيقول the word that has the same meaning، اللي لها نفس المعنى as underlined word، نفس معنى الكلمه اللي تحتها خط اللي هي take after. يا ترى walk behind يعني يمشي وراه؟ طبعا لو انت خدتها حرفي هتقول take after، ممكن ياخد خطوه وراه يمشي وراه، غلط. طب ولا هيلب بيساعد باباه؟ لا، هي يشبه باباه اسمها resemble. resemble معناها يشبه، لكن fight with بيحارب مع باباه، غلط، ودي خاصة بالمعاني. احفظها. الجملة رقم 22 which is correct. أي جملة من دول صح يا حبايب قلبي؟ don't let people laughing at you، لا تسمح للناس انهم يضحكوا عليك. ما تنساش الفعل let بقى اسم، ده من عيلة ابو شنب، مدي لك انا. وعلى فكرة دي في الوحدة الرابعة ولا الخامسة؟ في الوحدة الرابعة لثالثة ثانوي السنة دي. كده هعلمها لك بطريقة عيلة ابو شنب، واغنيتين، اغنيتين وعيلة ابو شنب يخلصوا لك الوحدة الرابعة في ثالثة ثانوي. اوكي. من ضمنهم العيلة، عيلة ابو شنب فيها ولدين عاق. فيها ولدين ايه؟ عاق. يعني ايه ولدين عاق يا استاذ؟ يعني مش بيسمعوا الكلام. مين هم العيال دول؟ العيل ده اسمه ميك، وعيل تاني اسمه ليت. شابين كده في الايه، في العيله. ميك مش راضي يربي شنب. اتجمعوا كبار العيله وقالوا له يالا سمعه العيله، يالا سمعه العيله كلنا مربين شنب، يالا اللي هو حرف جر رب شنب زينا. رفض نهائي. وليت نفس الكلام اللي هو يسمع. ايه اللي حصل؟ بعد ما ده عقل واتجوز ودخل المجهول، دايما انا بعتبر الجواز هو الدخول في المجهول. بعد ميك ما اتجوز وعقل، كان اصلا قبل ما يدخل المجهول كان ايه؟ كان ميك مفعول زائد المصدر، ميك مفعول زائد الصفة. احفظها كده. ميك مفعول زائد المصدر، ميك مفعول زائد الصفة، ميك مفعول زائد المصدر، ميك مفعول زائد الصفة. احفظها كده. ده هو معلوم، الفعل ده هو معلوم، يا مصدر يا صفة. حد شاف حرف جر؟ لا. اول ما دخل المجهول، زي ما بقول لك كده، دخولك في الجواز ما تستعجلش على الجواز. الجواز ده بلاش، ده دخول في المجهول.
كده انت هتدخل في المجهول، يعني مستني قضاء ربنا والموت بعديه. اسمع بقى، اول ما دخل المجهول وبقى از ميد وبقى ار ميد وبقى ووز ميد، اول ما دخل المجهول يا صاحبي سمع كلام العيله وقال لهم خلاص هاخد تو المصدر، اربي شنب خلاص زيكم، اللي هو حرف الجر اهو، حرف جر اهو، مناخيره وحرف جر، راجل ومربي شنب، فعل وليه حرف جر، ما عدا الولدين العاق اللي هم ميك. اما لت بقى اول ما شاف ده حصل لابن عمه هرب، ساب البلد، لم هدومه في كيسه سمراء وطار. كيسه سمراء، انا قاصد اقول كده على فكره، لم هدومه في كيسه سمراء وطار، ساب لهم البلد. ليه؟ قال لك اصل انا لو اتجوزت في العيله هيفضلوا يلفوا ورايا يقنعوني ويقولوا لي انت دخلت المجهول يا ابني خلاص وكبرت وعندك اسره وعندك عيال، عشان عيله ابو شنب ما تتضربش، لازم سمعه عيله ابو شنب تفضل زي ما هي. تمام. اما التاني ده ساب العيله وهرب، عارف هرب راح فين؟ راح للضمائر المنعكسه عشان يتجوز منهم وبرضه ما يربيش شنب. ايه الضمائر المنعكسه؟ ماي سيلف وهيم سيلف وهير سيلف واور سيلفز، يجي بعديهم بي ثم تصريف ثالث، كده يبقى اتعمل مجهول خد بي وتصريف ثالث من غير ما يربي شنب، ما خدش لا تو ولا وذ ولا باي ولا ات ولا اون ولا ان ولا حرف جر. ده الفعل لت ده. يبقى دونت ليت بيبول، لا تسمح للناس لافينج، ما ينفعش، ده تضاف لها ان جي. ليت بيتعامل مع المصدر بس، سواء معلوم او مجهول، لكن كده كده رافض موضوع الشنب ده. دونت ليت بيبول تو لاف، دي مصيبه، شايف دي؟ ادي ليت اهو، كده ربى شنب، مصيبه. حلو. دونت ليت يور سيلف، ادي الضمير المنعكس، بس المصيبه بقى عمل ايه؟ دونت ليت يور سيلف راح حاطط لها ايه؟ اي ان جي، كارثه. ليت ما بيتعاملش الا مع المصدر يا شباب. اذا الاجابه دونت ليت يور سيلف بي لافد ات، لا تسمح لنفسك ان يضحك عليك، معناها كده. دونت ليت يور سيلف بي لافد، ادي بي فعل في المصدر اهو اللي قلت لك عليه، وادي تصريف ثالث لافد، وادي الضمير المنعكس يور سيلف. دول الشابين العاقل اللي في عيله ابو شنب. الجمله 23. نقط you lived on the moon how would you feel، كنت هتحس بايه؟ ادي would you feel اهي، would مع feel دي اف الحاله الثانيه، دي الحاله الثانيه على طول. حلو. عشان هنا كمان lived ماضي بسيط. يا ترى in case of قال لي اي حاجه فيها حرف جر عايزه بعديها فعل اخره اي ان جي يا اما اسم، يبقى دي غلط. حلو. supposing افترض you lived ان انت كنت عايش على سطح القمر، وطبعا اف الثانيه اللي هي بتعبر عن الاستحاله، بنغني ونقول ايه؟ اف الاولى عايشه معانا، اف الثانيه استحاله، اف الثالثه دي ندمانه. يعني اف الثانيه بتعبر عن استحاله حدوث الحدث، زي كده بيفترض استحاله حدوث الحدث في المضارع، مستحيل يبقى حصل دلوقتي. واف الثالثه دي ندمانه بتعبر عن اللوم والندم. حلو. سبوزنج بروفايدز غلط، عشان ما ينفعش ابدا ببروفايدز فيها اس. دايما البدايه بتكون يا اسلوب الامر فيبدا بالفعل في المصدر، يا بيكون اولها اي ان جي عشان يبقى اسمها اسم فاعل. دايما اللي في الاول ده حاجه من الاثنين، يا مصدر عشان يبقى اسلوب امر، يا اما اسم فاعل يعني فعل وتضيف له اي ان جي. حلو. يبقى دي غلط. imagined لا هي اسلوب امر ولا هي اسم فاعل مضاف له اي ان جي، يبقى supposing هي دي الصح. افترض انك كنت عايش على سطح القمر، هتعمل ايه؟ ده معناه ان هو دلوقتي عايش، مستحيل دلوقتي يبقى عايش، اما ماليش دعوه بالمستقبل، دلوقتي مستحيل. في الثانيه بتعبر عن استحاله حدوث الحدث دلوقتي في المضارع. حلو قوي. air is composed، حلوه جدا. الهواء is composed معناها بيضغط، الهواء بيتضغط. نقط of nitrogen and oxygen، يا ترى remain of nitrogen and oxygen ولا مين ولا مين ولا mainly؟ حلوة قوي، جملة جميلة. بص يا شباب، لو جيت بالترجمة بس هتحلها غلط. كل ما تلاقي يا حبيب قلب الاختيارات دي شبه بعض، محدش هيعرف يحلها، لا طالب ولا مدرس، إلا بطريقة حل الكلمات اللي مديها لك. ساعة ما قلنا مش باللمس، في حاجة اسمها بوج، مش بالمعنى، في حاجة اسمها قاعدة، اللي هي قاعدة حل الكلمات، مهمة جدا. من غيرها في المناهج الجديدة هتحل الكلمات غلط، يبقى المعنى كده واخد صفر في الآخر. تعال نشوف من غير ما ترجم. is composed دي is composed يعني يضغط. كلمة يضغط دي فعل أساسي، فعل أساسي مبني للمجهول، يبقى غصب عني وعنك عايز حال، ما عنديش حال غير دي بس يبقى بيضغط الهواء لكي بشكل أساسي يكون النيتروجين والأكسجين، أو بيضغط الهواء mainly of من النيتروجين والأكسجين of
بيتضغطوا الاثنين على بعض او يتكونوا من نيتروجين واكسجين وهكذا. فعشان كده ده فعل اساسي. اذا الترجمه ما تهمنيش قد القاعده بتاعت الكلمات في معظم الجمل. الجمله 25 I was lost انا تهت. so لذلك the policeman رجل الشرطه نقط me where the mall. تحفه برضه، حاجه جميله. لو جيت بالترجمه تقول ايه؟ انا تهت، البوليس نقط مي وير. هتقول لي وير كده يبقى سالني، البوليس سالني اين المول كان. ده كلام؟ ابقى انا اللي تايه ويجي البوليس اللي هو صاحب البلد اللي هو صاحب المكان اللي واقف في الشارع عشان ينظم الناس ويحمي الناس يجي يقول لي هو المول فين؟ ده كلام فارغ. عشان كده يا حبيب قلبي وير هنا ليست سؤال، بتيجي كتير متكرره تاني اهي. يبقى كلمه الاستفهام لما تيجي في النص مش هتكون سؤال في معظم الجمل. ليه؟ لان انا اللي كنت تايه. لذلك البوليس نقط انا. يا ترى وندرد سالني انا تايه انا ناقص، واسكت يعني سالني برضه. يا سيدي يا طول، طالما في مفعول اسمه مي يبقى دي تولد مي، اخبرني. حيث دي معناها حيث كان المول. انا كنت تايه لذلك رجل الشرطه اخبرني حيث يوجد المول، او حيث المول، او طريق المول، اين يوجد المول، وهكذا. هو اللي اخبرني مش سالني. اما سيد غلط لان ما يجيش وراها مفعول ابدا في ولا جمله، لا هي ولا سجستد وانا عندي مفعول. الجمله 26 منى promised that. الله 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 الله. الجمله دي جت اختها السنه اللي فاتت على طول في ثالثه ثانوي، اختها نفس الفكره. بدل ما يحط تمور حط لك arrives مضارع، يعني ما غيرش الزمن. حلو. فدي بتتحل بطريقه انا محفظها لك، بتقول ايه؟ اذا لم تتغير الكلمه الزمنيه نتعامل معها زي ما هي. خلي بالك من الحاجات دي، هي اللي هتخليك تفتكر وتحل اخر السنه صدقني. اما طريقه الكتب او الفاظ الكتب مش هتفتكرها، لا الفاظ اللغه العربيه المكلكعه دي لازم المعلومه تتبسط ليك. انا مدي لك في السؤال ده يا حبيب قلبي اللي هو في المباشر والغير مباشر، مدي لك مفتاح الحل. كل قاعده عامل لك ليها مفتاح الحل، هو اللي هتفتح بيه الجمله. والتحدي لازم يطلع صح، ولو ما استخدمتوش هيطلع غلط صدقني. ليه؟ لانك هتحل بالمعنى والترجمه تكتشف انها في الاخر غلط. تحفظ مفاتيح حلك معايا اللي بعملها لك لكل قاعده وامشي بيها وبتحدي. يلا نشوف. بيقول منى بروميسد وعدت ذات ان شي نقط هوم تومورو. حلو. طالما ساب لك تومورو زي ما هي، اولا كلمه وعد انا ممكن اقول هو وعد انه هيجيب له عربيه في المستقبل زي الفل، كده من كلمات ويل اصلا. فعشان كده ينفع بروميسد تبقى ماضي وما غيرليش التعبير الزمني طبعا، ما انا محفظك. اتعامل معها زي ما هي. يبقى بي شي بي غلط، ازاي اجيب مصدر بعد شي؟ طب وود لما تنفعش وود وانا عندي تومورو ما تحولتش، لا شاططنا بالشلوت لورا ولا بالشلوت لقدام، ما حصلش. ما تحولتش، ما بقتش ذا فولوينج داي، ذا داي افتر ذا نيكست داي، ما تحولتش. يبقى ويل هاف بين هوم ولا ويل بي هوم؟ طبعا ويل هاف بين دي غلط لسببين، يا بعديها تصريف ثالث تبقى مجهول، يا اما تسلسل احداث اسمه مستقبل تام. مستقبل تام عايز كلمه قبل وبعد، عايز تسلسل احداث، عايز بيفور وافتر، حاجات هتحصل ورا بعض في المستقبل، وده مش موجود عندي اي كلمه تسلسل احداث قبل وبعد. يبقى شي ويل بي هوم ان هي هتبقى في البيت الساعه كذا بسبب تومورو ما اتغيرتش. هي سيد جاست ناو دي مدربك عليها عادي في السنتر كتير وعلى الابلكيشن. جاست ناو يعني حالا، لا يتغير معها الزمن. لا يتغير معها الزمن. ليه ما بيتغيرش مع الزمن؟ لان ده انت نقلت الكلام في نفس الوقت، نقلت الكلام في نفس اللحظه، يبقى الزمن مش هيتغير. عشان كده مع الحاجات اللي بتدل انه لسه قال اوعى تغيرها، لا يتغير الزمن معها. يعني ايه لا يتغير؟ he said just now هو لسه قايل حالا ذات ان ذا نقط a new story. ذات ان ذا هي دي مش ذا، دي هي بس التي دي زياده يعني. يبقى ذات ان هي هو نقط a new story، لسه قايل حالا ان هي از ريدنج بيقرا صح، ووز ماضي غلط، وهاد ماضي غلط، وايه دي ان شاء الله دي وود، ما فيش حاجه اسمها وود، هي ووز معلش اهو. ووز دي ماضي، يبقى is reading. الجملة رقم 28. حلو قوي. نقط species اللي هي الفصائل، نقط species of animals should be يجب أن تكون، أهو ده فعل
protected محمية all over the world. حلو قوي. اللي يجب انها تكون محمية يا حبيب قلبي الفصائل الايه؟ اولا فصائل دي اسم، يبقى حضرتك عايز صفر قبليها صفر. يا ترى الدينجر الفصائل الخطر ما ينفعش يبقى اسم فصائل واحط معاه اسم، ما ينفعش. endangered معرضة للخطر، هي دي الصح، صفة معرضة للخطر. endangered species الفصائل المعرضة للخطر، معرضة للانقراض. اما endangered ده فعل معناها يعرض للخطر، عايز قبليه يا اما فاعل سواء عاقل او غير عاقل، يا اما تو اللي معناها لكي. مدي لك كله ده في طريقة حل الكلمات. شوف جت كام جملة تتحل كده. حلو. dangerous يعني خطير، الخطيرة يعني اللي تخوف، دي صفة على فكرة بس غلط في المعنى. الفصائل اللي بتخوف من الحيوانات لازم نحميها. يا عم دي بتخوف مش هقدر اقرب منها اصلا، احميها ازاي؟ عشان كده دي غلط. التانية هي المعرضة للخطر او معرضة للانقراض. 29 I'd like جملة جميلة. I'd like مفيش جملة وحشة. I'd like my new house انا اريد ان بيتي نقط in the city center. حلو قوي. انا نفسي في بيتي يبني ولا يبنى. بص سألك في كام حاجة، وهو ده الذكاء، هو ده المستويات العليا. يسألك في 3 4 قواعد وهي جملة واحدة. بص عايزين طالب شاطر يبقى عارف ان وود لايك غصب عنك لازم تاخد تو المصدر، دي اول خطوة تعملها. كل الحاجات اللي فيها وود اهي، وود لايك تاخد تو المصدر، وود بريفير يفضل تاخد تو المصدر، واخد بالك؟ عندك وود لايك تو ما قلناها خلاص، وود لاف تو معناها يريد برضو تو المصدر، وهكذا. طالما في وود يبقى في تو المصدر، طالما في وود يبقى في تو الايه والمصدر مع افعال المشاعر. دي اول خطوه، تو المصدر. يا ترى بقى ان يبني، ما هي دي اللعبه. يعني لو طالب عرف القاعده دي بس وحل هيحل غلط برضه. ليه؟ لانها كمان مجهول لسه. يعني حضرتك عايز تعرف انك عايز تو المصدر وكمان لسه عايز تعرف ان ده مجهول مش معلوم. حلو. يبقى تو بي بيلد هي دي الصح. ان يبنى ادي تو وادي المصدر بي وادي المجهول بتاعه بي وتصريف تالت. اما دي اي ان جي ما تنفعش لان وود لايك كل المشاعر قبليه وود ياخد تو المصدر، وبي غلط مصدر لازم ياخد تو والمصدر. 30 Our team was believed. الفريق بتاعنا was believed يعني كان يعتقد نقط positively in yesterday's match في ماتش امبارح. Our team was believed كان يعتقد نقط positively يعني بشكل ايجابي اهي، بشكل ايجابي وده حال. يبقى الفريق بتاعنا was believed كان يعتقد نقط بشكل ايجابي في ماتش امبارح. يا ترى كان يعتقد تو بلاي ان هو يلعب. اولا لما يقول ماتش امبارح يعني ده حدث ماضي، الحدث ده ايه؟ ماضي. ركز معايا في اللي جاي. دي اسمها افعال القول والاعتقاد. افعال القول والاعتقاد دي ليها قاعده تحفه، قاعده كبيره. افعال القول والاعتقاد يا حبيب قلبي لما يجي بعديها حدث لسه هيتعمل بياخد تو وهاف وتصريف ثالث، بنربط معاه تو هاف وتصريف ثالث. لكن لو حدث في المضارع او المستقبل بنربط بتو المصدر معاه، بتاخد تو المصدر. هنا الماتش كان امبارح، يبقى اللعب الفعل اللي انا اختاره ده كانت عمل. يبقى الفريق بتاعنا اعتقد انه لعب بشكل ايجابي. يبقى تو بلاي ما تنفعش. ليه؟ لان ده عايزه الماتش يكون بيتلعب النهارده او بكره. يبقى تو هاف بلايد هي دي الصح. الكلام ده مع افعال القول والاعتقاد اللي هي was believed وهي مبنيه للمجهول. افعال القول والاعتقاد بتتبني للمجهول بثلاث طرق، دي طريقه منهم. انك تجيب فعل القول اللي هو اعتقد was thought كان يعتقد was believed was supposed كان يفترض وهكذا. اي فعل قول واعتقاد عايز يجي يتبني للمجهول بيتبني، ونبدا بالشيء بالمفعول بيتبني المجهول بثلاث طرق. بس لما بيكون في تو بيبقى عايز مجهولين. عايز لو انت واخد بالك في مجهولين في الجمله. بص الفريق was believed يعني اعتقد انه تو هاف بلايد انه لعب، يبقى هو اللي لعب. الجمله دي فيها مجهول واحد سوري. لكن انا عايز اقول لك ان في جمل تاني فيها مجهولين، زي مثلا ايه؟ بص مثلا العربيه اعتقد انها سرقت ولا سرقت؟ سرقت. يعني لو الجزء ده مجهول كمان كانت دي هتبقى ايه؟ بص تو هاف بين بلايد لعب، تو هاف بين بلايد. انت عارف يا حبيب قلبي ان انا لو بدات بالماتش بص هتبقى ايه؟ ذا ماتش was believed الماتش اعتقد to have been played انه لعب مثلا بواسطه فلان او yesterday او اي حاجه. لو بدا بالشيء مش بالاشخاص، اصل الفريق هنا اشخاص عشان كده هم اللي لعبوا هنا. اذا الحته دي معلوم لكن دي مجهول الحته الاولى. لكن ممكن ابدا بالشيء فاخلي لك مجهولين. الكلام ده مع افعال القول والاعتقاد. افعال القول وايه
والاعتقاد، اللي هي برضو لما بتيجي في السؤال المزيل بقول لك زي القرع يمد البر، الواد اللي زي القرع يمد البر بيتجوز من بره العيله، القصه اللي بحكيها لك يعني. one day، في يوم من الايام I will buy، هشتري شقه. حلو قوي الكلام ده، ربنا يكرمك يا رب. one day I will buy a flat when، عندما it اللي هي الشقه it needed يتم احتياجها، ولا it is needed نكون محتاجها، ولا be needed. هو فين الاختيار الرابع بقى؟ ما حطش اختيار رابع، يشكر. عموما عندما it is needed، اصل طالما في it عندما يكون في احتياج له، لان دي مكان الشقه، دي مكان الايه؟ الشقه. يبقى it تاخد is وتصريف ثالث، دي عاديه خالص، دي عاديه خالص. مبني المجهول، في يوم من الايام هشتري شقه when it is needed، عندما يتم احتياجها. في ناس فاكره ان will مستقبل ونيدد ماضي، يا حبيبي دي اسمها is needed على بعضيها، ده مبني المجهول في المضارع البسيط، ده مبني المجهول في المضارع البسيط. عارف لو شالك it تبقى needed بس، اللي هو الاختصار المجهول تصريف ثالث على طول. لو شال it تبقى needed بس. الجمله رقم 32 all books، كل الكتب borrowed. خلي بالك بقى، مش الكتب استلفت. عارف دي قاعدة ايه؟ الاختصار المجهول تصريف ثالث على طول. اصل الجملة كانت كده all books، كل الكتب which was، لا was ازاي؟ where بقى، which were borrowed، معناها كل الكتب التي تم استلافها، دي اصل الجملة borrowed. راح حذف الام وطفلها اللي قلت لك عليهم في السنتر قبل كده، حذف الام وطفلها. وطالما حذف الام وطفلها، وقلت لك برضو على الابلكيشن الكلام ده، لما ينفعش الام تقعد من غير اطفالها ولا الطفل يقعد من غير امه، يا يقعدوا مع بعض يا يمشوا مع بعض. هنا قاعدين مع بعض اللي هي which were، الام اللي رابطه الاسره اسمها رابط، يبقى مشوا مع بعض، بقت الاختصار المجهول تصريف ثالث على طول. all books، كل الكتب التي تم استعارتها نقط returned within، لازم ترجع، يجب ان، اللي معناها يجب ان verb to be لما يجي معاها to معناها يجب ان. دي اول قاعده تعرفها. تاني قاعده تعرف ان البوكس جمع مش هياخد is. القاعده اللي بعديها to be returned within، في خلال 15 يوم، لكن to have been returned دي معناها رجع، دي معناها الحدث تم، اللي انا لسه قايلها لك من شويه في الجمله اللي قبليها او اللي قبليها. قلت لك have مع تصريف ثالث معناه ان الحدث تم، لكن ده لسه في خلال 15 يوم are to be، هنا دي معناها يجب ان، are to be returned يجب ان ترجع. الجمله رقم 33 الولد بتاع العيله اللي قلنا عليها اللي هي عيله ابو شنب، والواد العاقل اللي هو ميك، اول ما دخل المجهول عرفوا يقنعوه وقالوا له حافظ على لقب العيله، ادي دخل المجهول اهي ووز ميت، راح مربي شنبه زيه زي باقي العيله، يبقى التو دو هي الصح. ده كمان كان ممكن لو عايز يأفور يجيب لك الجزء اللي بعديها كمان مجهول، عشان يبقى تحط له بي وتصريف ثالث لانه مصدر. ده بتاع عيله ابو شنب. الجمله 34 she is stupid، يا ساتر يا رب، هي غبيه نقط very beautiful لكن جميله. يعني كنت قريت كده في حاجه في علم النفس يقول لك ان الجميله قوي بتبقى يعني مخها على قدها يعني، بس مالناش دعوه، كل الناس حلوه. تعال اقول لك بقى، بيقول لك she is stupid، هي غبيه لكن جميله، في تناقض، يبقى غبيه حاجه سلبيه وجميله حاجه حلوه. فعشان كده اللي تدي تناقض هتقول لي although بتدي تناقض، حصل. since معناها لان، لو ما جاش قبلها تام معناها لان، وخد بالك من دي، since لو جه قبليها اي زمن غير التام بيكون معناها لان، واز يعني لان، ويا اما بتيجي مع افتر تبقى معناها بعد، وهكذا. ولكن تبقى معناها لان لو هي as soon as تبقى بعد. although تناقض ويت تناقض، اخد مين؟ قال لي although غلط برضو، ليه؟ عايزه فاعل ثم فعل ثم مفعول، لكن يت تنفع تستخدم للتناقض، ايوه يت تستخدم للتناقض وينفع يجي وراها جمله كامله او لا. يت ينفع وراها جمله كامله بيكون في فصل قبلها، يا اما ما يجيش وراها جمله كامله تبقى she is stupid but very beautiful، هي يت very beautiful، بتدي تناقض يت، ودي حاجه برضو من الحاجات المهمه. اخر جمله يا حبايب قلبي في الافكار اللي في امتحان المستويات العليا، politics السياسه. السياسه بالعربي تدي معنى جمع، بالانجليزي لا. ليه؟ لان السياسه حاجه لا تعد، او politics اللي هو علم السياسه، واي علم كانه ماده واحده لا يعد، يعامل معامله المفرد، بالتالي ار ما تنفعش. حلو قوي. طب ما انا عندي دي مفرد ودي مفرد، وبي مش هتنفع لان ده مصدر، يبقى politics السياسه نقط popular at this university. politics is السياسه مشهوره جدا، علم السياسه، علم السياسه is popular
يعني محبوب او مشهور في هذه الجامعه، اللي بيدخل الجامعه دي بيدرس علم السياسه. يبقى إذ، لكن هاز معناها لديه او يمتلك، ما تنفعش. popular دي صفه، عشان كده الصفه بتيجي بعد verb to be. حلو حلو. اذا اكتب عندك بقى جمله هملها لك كده مني ليك، بقولها لزمايلك في السنتر، مش هبخل عليك، واكتب ورايا يلا. اكتب ورايا يا حبيب قلبي، الجمله دي مهمه جدا. بتقول ايه؟ كل المواد الدراسية والألعاب الرياضية والمسافات والأوزان والمبالغ المالية مالهم؟ يعاملوا معاملة المفرد. اكتبها ومش هقولها لك تاني، اكتبها بقى، وقف الفيديو واكتبها براحتك. كده أنا خلصت كل الأفكار بتاعة التشوز. القطعة كانت عادية، ما كانش فيها حاجة، والترجمة عادية، متعلمين الترجمة بطريقة معينة عشان الفيديو ما يطولش عليك. بس دي أفكار اللي تشوز اللي كانت تحف موجوده في امتحان المستويات العليا. هتشوف امتحان مستويات عليا اعلى من العليا اللي فات. المره الجايه ان شاء الله هعمل لك امتحان مستويات عليا توب التوب، في افكار عاليه. طب الحاجات دي ممكن يجي منها اخر السنه، بس مش كتير، جمله 2 بتيجي للطالب اللي داخل يقفل. اما الباقي بيبقى عادي جدا، بدليل ان في حاجات من دي جت اصلا قبل كده في سنين فاتت، بس بعلى لك شويه، واللي جاي ملوش زي. اشوفك ان شاء الله في امتحان المستويات العليا الجاي. اشترك معانا في قناه اليوتيوب، هننزل عليها حاجات زي كده الفتره الجايه كتير. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي، طلاب ثانوي اولى ثانيه ثالثه. سلام.